برجر دجاج صحي والشكل اللي يكفيه، بس خليك نظرة. طبعا هسه شنو التجربة؟ بصراحة يستاهل 10 من 10. شلون يا شلون الصحة؟ وياكم فضل عباس من قناة فاضل فيت. هذا الفيديو راح نسوي برجر دجاج دايت او تاكله تقدر تاكله خلال الدايت والطعم شرعي. بعد ما طول الفيديو خلونا نرايكم شنو راح نحتاج. اولا صدر دجاج، هنا عندنا راح ناخذ قطعتين، خبز برجر اسمر، 2 بوتيتا، واذا تتابعني من غير ذولا فبطاطا يسموها بطاطا، احنا بالعراق نسميها بوتيتا. تمام. عندنا هنا بهارات خاصة مال الهمبرجر، وهنا ملح، ومثل ما قلنا راس بصل. فهسه خلونا نبلش. اول شيء راح نسويه نثرم بصل ناعم، وبعدين نحمسه شويه بالطاوله. ليش نحمسه بالطاوله؟ اذا ما راح تحمسه وتحطه مباشره مثرام ويا صدر الدجاج راح يسبب لك انتفاخ بالماء، بس اذا حمسته شويه بالطاوله وبعدين خليته ثرمته ويا صدر الدجاج ما راح يسبب لك انتفاخ. فهذا اول شيء قطع ناعم. كان شوي زيت عادي من طبخ او زيت بشر خميره، اذا كان يستخدم زيت عباد الشمس طبيعي 100%. شنو نقشر بديته. هسه راح اراويكم اسرع طريقه تقدر تسلق بيها البوتيتا بالمايكروويف وما تطول بس 8 دقائق. اول شيء نحتاج لنا علبه بلاستيك، خلي البوتيتا مالتنا بيها. بعدين هاي النوعيه من الكليني، هاي تجي خاصه مع الطبخ، لانه اكو فيديو صورته وقلت بالكلينس رطب الكل عباله من الكلينس بي هذا ما بي معطر، هذا كلينس خاص مع الطبخ. واذا ما كلينك تقدر تخلي وصله عاديه ترطبها وتخليها بهذا الشكل. هسه نرطبه شويه بماي، صار عندنا رطب بهذا الشكل، نغطي البوتيتا بيه بهذا الشكل، بعدين على الميكروويف لمدة 8 دقائق. تمام. وهسه ننتظر بينما انا انتظر على ما تخلص البوتيتا. شو تسوي انت؟ تسوي لايك واشتراك اذا حبيت لايك اشتراك وتعليق، اكتب لي لايك حبيت السكر ولا لا. هسه خلونا نكمل. نجيب الوحش مالتنا، خلي بيه بوتيتا مسلوقة قطعتين صدر دجاج، بصل محموس وجاهز، شوية بهارات برجر، هو أكيد ملح حسب الرغبة، أنا أحب الملح فكثر شوية. بس شنو؟ نشغل الوش. وهيك صار العجين جاهز. هسه نجيب العجين مالتنا، بعدها شوية ماي. ليش حتى شنو ما يلزق العجين بالايد. الشغله الثالثه لازم يكون عندنا قالب مالت برجر، واذا ما عندنا قالب نقدر نستعمل اي قبق بالبيت. هذا قبق عادي مال العلبه تخلي بيه ويعطيك الشكل مالت البرجر. هسه ما نحتاجه. راح نحتاج عندنا هيك ورق سيليكون. هسه راح افهمك ليش نحتاجه. ورق السيليكون نخليه هنا، هذا شوي قصير جيبه طول. هسه راح تشوف ليش هذا مهم. مصر بهذا الشكل ممتاز. نحطه بيدينا، ايدي نظيفه طبعا. وهاي الفائدة البلاستيك اللي هو باع. هسه ما راح نتعب منه، بالعادة راح تلزق هاي الجوف، هذا حتى ما يخليها تلزق. هسه هيجي ولا ونكرر العملية والبقية. هسه نجيب الوحش مالتنا الثاني. بالبداية نخلي شوية زيت بالقناة الهوائية حتى شنو ما يلزق عندنا صدر دجاج. خلي قطعتين بس ياخذن راحته تكفينا المكان.
خليه على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق، وبعدين نقلبها على الوجه الثاني 10 دقائق ثانية. ويجيكم وصلنا لآخر الفيديو. وإذا وصلت هنا لو عندك مسوي اشتراك اشترك بالقناة، بعد جرس تكتب تعليق مع عبد نكمل. أول شيء صمون دياب، شوية كاتشب، خسائر، أغلس حجم ما أخذ ركن شوية. أنا مو من عشاق الطماطة بس خليه كشيك. شوية كاتشب، هذا شكل النهائي، وعلينا وعليكم بالعافية.